السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف. شنو خاصك باش تخرج من المغرب وتسافر للبرازيل؟ غادي ندوي لكم على التجربه الشخصيه ديالي، يعني شنو هما الوثائق اللي ديت معايا وشحال ديال الفلوس وشنو خاصك دير وكيفاش خاصك توصل. المهم اي واحد غادي يدخل هذا الفيديو يتبعه من الاول حتى الاخر باش يستافد ويعرف شنو كاين وما يطيحش في نفس الغلط اللي طحت فيها انايا. المهم اليوم غادي نحكي لكم على التجربه ديالي من البدايه حتى وصلت للمطار ديال سان باولو. المهم اول حاجه، اي واحد باغي يسافر يعني اول حاجه خاصها تكون عندك هي الباسبور. يعني خاص يكون عندك باسبور باقي جديد، يعني لا دات ديالو تكون باقا جديده. ثاني حاجه اللي هي اللي تصيدت فيها انا، حتى واحد ما يغرك حكا قطع الالي بوحدو وشد الروتور دير وهمي ولا دير هادي ولا دير هادي. غادي نهضر لكم على جوج خطوط اللي كيجيو للبرازيل. كاينين الخطوط القطريه وكاينين الخطوط المغربيه. الخطوط المغربيه تقدر تقطع الالي بوحدو، الروتور تقدر تقطعو وهمي ولا تقدر تقطعو مع اي شركه اخرى، ولكن انت وزهرك تقدر تدوز تقدر ما تدوز على حساب دوك الناس اللي غادي تدوز عندهم. بالنسبه للقطريه، لا، القطريه كيطلبوا منك بي في الي وروتور في نفس الكومباني، ويكون داك البي داخل فيه الالي والروتور. الا جبتي لهم الي في شكل وروتور في شكل ما غاديش يقبلوا لك وما غاديش يخلوك تطلع في الطياره. هذه اول حاجه وهذه ضروريه بزاف، يعني التيكي ديال الطياره ضروري. يعني ما يصيدكمش بنادم وما تصيدوش، راه داك الشيء اللي غادي تنقصوا من البي راه هو اللي غادي راه ما غادي ينفعك حتى شي حاجه. اللهم دوز سالك وما يمشيش لك كل شيء ولا تولي مصيد. ثاني حاجه اللي هي الريزيرفاسيون ديال لوطيل. اي واحد باغي ريزيرفي في لوطيل، الروتيل راه كتريزيرفي فيه فابور. يعني ما تحتاجش انك دير شي حاجه، كتحتاج غير انك تكونفيرمي بكونت بونكير ديالك. يعني معروف غادي تاخذ لابليكاسيون ديال بوكينغ وغادي تقلب على فري كوليكشن باش غادي تدخل وغادي تعمر هذيك المده اللي غادي تريح، وكيعطيوك الريزيرفاسيون كيعطيوك الحاج وكتشدو كتشري بي دي اف وكتخليه عندك. هما كليفي كيسولوك على هذه القضيه هذه. المهم هي اهم حاجه هي باش كتبان حتى المره الاولى هي البي هي اللي كتحكم لك. عندك بي داخله فيها الي روتور، ما كاينش اللي غادي يهضر معاك، ما كاينش اللي غادي يتسوق لك. ثالث حاجه اللي هو شحال غادي معاك ديال الفلوس. هنا بنادم كيتصيد كيقول لك لا حكا انا ندي معايا شي حاجه قليله، لا غادي ندي معايا في كونت بونكير، لا هذيك لا هنا غادي تصيد. يعني خاصك على الاقل المينيمو هو 12000 درهم تكون غادي بها، يعني هذيك اقل حاجه. وانت مادام جاي للبرازيل خاصك تجيب معاك فلوس، حيت اول ما غادي تحط رجلك هنايا عندك ديك الشهرين حتى 3 شهور حتى 4 شهور الاولى غادي تخسر فيها فلوس صحيحه. يعني خاصك تكون جاي معول على اساس ماشي بالضروره على قبل المطار لا هكا الفلوس على قبل المطار، لا على قبل حتى كيفاش غادي تعيش هنايا. بالنسبه للناس اللي مجوجين وباغيين يجيو، يعني هذا هو الموضوع اللي كيقلب عليه كل شيء. الناس اللي مزوجين غادي ندوي معاك انا على التجربه ديالي. يعني الا كنتي باغي تجي، المراه ديالك ما خاصهاش تكون كرشه هنا. وافضل خطوط باش تجي وانت مرتاح هي الخطوط القطريه. واخا الرحله كتكون طويله ولكن راه ما كيكون لا تحكار لا والو، خاص غير تكون البييك فيه اهلي وروتور وما كاينش اللي غادي يدوي معاك. اين فوا كتاخذ لي بي ديالك وكتحط الباجاج ديالك كتم غادي، ما كاينش اللي كيسولك، ما كاينش اللي كيقول لك شحال عندك ديال الفلوس، ما كاينش اللي كيقول لك فين غادي وفين جاي. هاد الاسئله كاع ما كاينين هادو. انت اول ما كتحصل مع الباجاجي فين كتحط الباجاج ديالك. يعني هذيك هي اللحظه ديالك باش انت كتخرج من المطار. يعني الا كان عندك كل شيء مضبوط، عندك الريزيرفاسيون ديال لوطيل وعاد هز معاك الفلوس بالقدر اللي كيبان ليهم هما كافي، وعندك البي فالي وروتور في نفس الكومباني، راه ما كاينش اللي غادي يعكس معاك وما كاينش اللي غادي يحبسك وما كاينش اللي غادي يقول لك شي حاجه. اول حاجه خصك دير بعد من تم جاي المطار ما ديرش نفس الغلط اللي درت انا. بقات ساعه ونص عاد باش تميت جاي، صدقوا حابسيني، صدقات ماشي عليا الطياره. هادشي كامل حيت انا كنت غادي بواحد العقليه اللي ماشي هي. انا كنت صيد درت بي ديال الالي بوحدو ودرت بي ديال الروتور بوحدو. مني مشيت عندهم باش نوريو بداك الشيء كيسحاب لهم بان الروتور وهمي، وانا الروتور عندي كونفيرمي وما قال لك لا خاصك دير روتور. حتى دابا طالع مع القطريه، يعني خاصك دير روتور في القطريه. من مشينا جبنا لي مروتور مع القطريه قال لك لا، هذا البي اللي عندك ديال الالي خاص يكون فيه داخل فيه الالي والروتور. هادشي علاش قلت لكم ما تصيدوش. يعني ما يكتبش عليكم بنادم يقول لك لا حكا خلص الالي غادي تخلصو ب 8000 درهم وغادي يبقى الروتور ما تخلصوش، خل دير روتور وهمي غادي تخلصو ب 200 درهم ولا ب 400 درهم ولا 800 درهم وغادي تبقى رابح. الا كنتي باغي تريزيرفي وتريزيرفي في ثمن رخيص غادي تريزيرفي قبل ب 3 شهور.
تقدر طيح في بي فيها الي روتور بالنسبه لواحد غادي طيح فيها ب 8000 درهم 8500 درهم على حساب الوقت اللي ريزيرفيتي فيه وعلى حساب شحال ديال الوقت. يعني ما يجيش بنادم يصيدك يقول لك لا حكا قطع ودير روتور وهمي. هاد القضيه ديال الروتور وهمي غير بعدوا منها، حيت اغلبيه اللي كيحبسوهم في المطار كيحبسوهم على هاد القضيه هادي. ونهار حبسوني انا، حبسوني ماشي غير انا بوحدي، حبسونا حنا طابقه ديال الناس كلهم مديرين الروتور مع شركات اخرين. وكاين اللي مدير الروتور وهمي كيقول لك الروتور في نفس الكومباني. في الخطوط المغربيه من الدراري اللي سولت قال لي ما طحناش في هذا المشكل. ولكن كاين تحكار بالنسبه لواحد اللي جايب معاه مرته حامله وباغي يجيب الخطوط المغربيه، راه ان فوا غادي يشوفوك راه ما يخليوكش تطلع في الطياره، غادي يعكسوا معاك وغادي يحبسوك وشحال من حاجه. يعني من الاحسن تفاديا اللي باغي يجيب مرته حامله يجيبها مع القطريه، ما يجيبهاش مع المغربيه، حيت كيكون شويه تحكار. ما كانش كلشي بينا يقدر يجيبها عادي. المهم هذه هي التجربه اللي طرات لي انا في المطار، وهذا الشيء اللي غادي يكون اي واحد باغي يخرج من المطار راه هذا الشيء خاصو يكون ضروري معول عليه. المهم كل واحد وكيفاش كتكون التجربه ديالو، ولكن راه هذا الشيء راه مهم. يعني ضروري تكون قاتل. يعني هنعاودوا معكم نفس الهضره، خاصك تكون ضروري بيفا الي روتور مع نفس الكومباني، وخاصك تكون عندك ريزيرفاسيون ديال لوطيل، والفلوس خاصها تكون المينيموم 12000 درهم. يعني قد ما طلعتي قد ما مزيانه. هادو هما الحوايج اللي كيحكروا عليهم. بالنسبه لاسيرونس فواياج انت كيبقى داك الشيء ديالك. الا كنتي انت خايف لطراك شي حاجه الله يسر في الطياره ولا شي حاجه تقدر تخلص اسيرونس فواياج ديالك. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جاي. واللي دخل عندي ميساج يدير ابوني جيم كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جاي.